كل شيء. ابوك يحبك. والله النعم. هذا ابوك؟ والله ما الومك. ابوك يحبك. خالد حامد. قول امين. ورط. يا وايد. ابوه اصلا يحب الحاجتين، تكفير ذنب وولده هذا. الله يحفظه ان شاء الله لك. قول امين. امين. يطول في عمره. يحبك جدا. انت اكبر العائله يا بسام. لا كوب ابو علي نبغى كوب بالله. وجه رساله لابوك ترى يشوفك. الله يرزقني بره ويطول بعمره ان شاء الله. يا رب يا رب. والله يا جماعه الخير ابو علي جالس يسوي حاجات ورا الحين ما ندري. سكرين بالفراول وحركات. يا ابو علي الرسول صلى 7 جار، احنا اول جار عندك هنا. تعال يا بسام. تعال يا حبيبي. تعال. ايش فيك ايش فيك؟ ها؟ ايش فيك؟ اشتقت الوالد. ما ادري صدمتني فيه مع اني انا افكر فيها البارح. خاف ينكسر هذا. الله يحفظها. امين. الله يجزاك خير. وزياده عليه ترى القريه. عاد تدري من ابوه هنا؟ من ابوه في القريه. اسمع المسمى سعد. الله يطول في عمرك. والمشكله انه يعاملني مع ابوه يعني بيدلع علينا في كل شيء. لا يا حبيبي هذاك عند ابوك، هنا عندنا ما فيه. حبيبي بس المفروض انكم في القريه انكم تحطونه خلاص. الله يطول عمرك. والله العظيم انه نقول كذا، بس انه عاد هو يزودها احيانا. يقعد مزاجي علينا وما ادري وش. بينا نوفر لك كل شيء. صح يحق لك ما قلنا بس مو داعي. لازم تعطونا اللي والله ما يستاهل. ايش فيك يا حبيبي؟ ذكرتك بالوالد؟ يا اخوي ما عمري قعدت انا مع الفتره هذه. ها؟ يعني ما قعدت انا مع الفتره هذه بدون ما اكلمهم او. شوف يا بسام، انت الحين تشوف الوالد، شفته صوره وتعرف ان ابوك حي بخير يا رب سلامه، وابشرك ابوك بخير وترى وكل شيء تمام، عرفت؟ الحمد لله. لكن انت يوم اضطريت الوالد كان صورة ابوك موجوده، فقلت لازم اوريه. ادري انك اشتقت له وهو بعد مشتاق لك، ويقول البيت بدونك ولا شيء. اول مره كذا تحس انك مهم في البيت، صح؟ انا ما عجزت الله يخليك له ان شاء الله. شوف سبحان الله، الواحد ما يحس بفقد الوالد، عرفت، الا اذا ابتعد عنه. صدق. واذا رجع له يعرف ان الناس اللي ما عندهم اب او ام يعرف انها ضايع. فقد نعمه، عرفت؟ وانت ما شاء الله تبارك الله باقي هذه النعمه في يدك. الحمد لله. ان شاء الله انك بار فيهم. انا دائما هو يا اول يضربني واتشكل امي يا يما ابوي يضربني ويقول بعدين تعرف. يعني انا ما جامل بكلامي هذا يا اخي. لما كبرت وشفت الضربه اللي هو ضربني، يعني ضربني عشان كذا وعشان كذا، اقسم بالله كل الطرق اللي انا مسكتها خطا. صادق، ما هذا الكلام. يقول يمكن يا ولدي انا جربت كل شيء، لكني انا ما ابغاك تجرب المره اللي انا جربتها. هذا شوف، الله يطول بعمره. الاب ما ينصح الولد من حاجه الا جربها في حياته او شاف ناس مجربينها. صدق. عرفت؟ وثاني شيء، انت لو جاك ولد بكره وسويت نفس الحاجات اللي قلتها انت بترضى؟ لا والله ما. هذا الكلام المضبوط. الله يطول في عمره ان شاء الله. الله يجزاك خير. طيب